السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على صفقات الزمالك. صفقات الزمالك، طبعا الزمالك يعني قفل حوار التجديد مع زيزو الفترة دي خالص، عشان يركز في الصفقات اللي هو هيجيبها. طب هو دلوقتي طبعا الزمالك محتاج ايه؟ محتاج فرقة الحقيقة، يعني لأن الزمالك على الله حكايته خالص. بس طبعا الزمالك حاليا جبهة الإنقاذ اللي دخلت، اللي هو العدلي وعائلات العدلي وكده، حاولوا يجمعوا. هم حاليا مجمعين مثلا في رينج ال 300 مليون جنيه. تمام. بالنسبه ل 300 مليون جنيه هم بقى بيحاولوا يجيبوا صفقات تنقذ الزمالك، لانه خلاص المفروض القيد هيقفل يوم 8. ده طبعا القيد المصري، ماليش دعوه بالقيد الافريقي اللي هيقفل يوم 28/2. وان انت بس هو القيد في الاتحاد المصري هيقفل يوم 8. يعني انت مش هتعرف تسجل حد محليا في الفرقه بتاعتك في من يوم 8/2. خلاص يوم 8/2 ده شكرا، اللي جاب جاب واللي ما جابش ما جابش كده، ارتاحت. فطبعا مش هينفع تجيب لعيب وتأيده افريقيا فقط، يعني مش هيلعب معاك محلي هتأيده افريقيا فقط. مش فاهم، هو اصلا مش هتعرف تأيده افريقيا غير لازم يتأيد في الاتحاد بتاعك، فيعني حوار ممل. فهو دلوقتي مش قدامه مثلا غير 3 ايام. 3 ايام دول هو بيحاول فيهم ينجز صفقات. طبعا في كلام كتير اتقال على محمد شريف. تمام. ان محمد شريف، ان هم فعلا دخلوا، يعني في تواصل مع الوكيل بتاع محمد شريف، وان هم عايزين محمد شريف. وهي فعلا محمد شريف بالنسبه لهم صفقه كويسه، لان يعني زي ما احنا عارفين الزمالك ما فيهوش مهاجمين اكفاء، يعني ناصر منسي والجزيري والناس دي، يعني تحس ان هي يعني انا من رايي يلعبوا في اي فريق في منتصف الجدول، يلعبوا فيها مرتاح. يعني الجزيري كان بيلعب في طنطا، فيعني ما ينفعش، يعني الليفل بتاعهم ما يجيش للزمالك خالص. اما بالنسبه للصفقات اللي هم محتاجينها، طبعا هم محتاجين خط نص، لان زي ما احنا عارفين خط النص بتاعهم اللي كانوا شايلينه فيدي. كان عندك عبد الله السعيد اتصاب، ناصر ماهر اتصاب، وهما الاثنين دول اللي كانوا شايلين الفريق. وبالذات عبد الله السعيد، يعني تخيل عبد الله السعيد يعني اكبر لاعب في الفرقه، وهو فعلا اللي كان شايل الفرقه الفتره اللي فاتت دي. طبعا احمد سيد زيزو مستواه يعني في النازل، عشان هو مش مركز ككوره، هو مركز في هيجدد مع الزمالك مش هيجدد مع الزمالك، هيمضي لنادي تاني. فما لسه هو مش مركز في حاجه، مع انه هو خلاص يعني يحق لزيزو ان هو يمضي مع اي فريق وينتقل ليه في نهايه الموسم فري، بدون اي تكاليف. طبعا بنسبه كبيره ممكن نشوف محمد شريف في الزمالك، بس يعني بنسبة 90% هيبقى آخر الموسم مش في الموسم ده. بنسبة 90% هيبقى آخر الموسم مش في الموسم ده. طبعا هو الزمالك دلوقتي بيفكر في إنه يجيب مدافع وخط وسط ومهاجم، لأن طبعا إحنا عارفين الدفاع عند الزمالك في الملحات. الونش يعني مفيش، يعني يا جماعة الراجل ده لسه راجع من صليبي، ومفيش يعني ما تقدرش تحمل عليه تشيله مسؤولية الفريق كله يعني. وعبد المجيد طبعا على الله حكايته. طبعا الفريق ناقص خالص، يعني فريق الزمالك يعني مفيش ابيض يا ورد والله. فهم فعلا محتاجين لعيبه كتير. بس انا بلاحظ ان يا جماعه في فرق في الدوري المصري عندنا، زي مودرن والمصري والاتحاد بيجيبوا صفقات، يعني والله بيجيبوا لعيبه حلوه. والله بيجيبوا لعيبه حلوه، زي مثلا لما كنا بنقابل مودرن الماتش اللي فات كاهلي. اما لقيت اللاعب اللي اسمه معتز دمام ده، ولا اللاعب اللي هو جاي من الترجي ده، اللاعب ده كورته حلوه قوي قوي، ولعب خط نص مهاجم وحاجه. يعني الواد لما نزل هو اللي حرك الفرقه خالص، يعني لعيب واحد ممكن يحرك فرقه. فانا مش فاهم ازاي لاعب زي اللعيبه دي، ما يعني السكاوتنج واداره اداره الصفقات واللي بيجيبوا اللي بيشوفوا اللعيبه، اداره التعاقدات دي ما بتشوفش اللعيبه دي، ما بتجيبهاش خالص. ما مش فاهم، احنا بنقعد ننقي الحاجات الغريبه. تروح للرجاء البيضاوي عشان اللعيب عنده اكتئاب، مش عايز يلعب في الرجاء، ولا ما تعرفش الدنيا معاه ماشيه ازاي، فتروح تخش تتفاوض معاه، ويقول لك عشان تجيبه هتدفع 300 ألف دولار للرجاء، ومش عارف اللاعب هيدفع 100 ألف وهيتنازل عن إيه. طب إيه الوش ده يا جماعة؟ ما نجيب اللعيبة السالكة، نجيب اللعيبة السالكة، جيب لعيبة أعراض يا عم، مش لازم تشتري أدام أنت معكش سيولة حاليا.
ما تشتريش، خش اعراض، هات لك لعيب 6 شهور يكمل معاك السيزون دوت، لان انت ابيض، انت على الله. انت كده مش هتجيب كونفدرالية السنة الجاية، انت كده ان شاء الله يعني هنشوفك بقى انك بتنافس على انك تبقى في اول 9 في الدوري. احنا عارفين ان الدوري ده مقسم لجزئين، مش بالنسبة للدور التاني هيبقى 9 و9، 9 بينافسوا على الهبوط و9 بينافسوا على بطولة الدوري. فاحنا لسه هنشوف الزمالك هيعمل الفترة الجاية دي، ان شاء الله يعني تكون فترة كويسة لفريق الزمالك. وطبعا الاهلي يعني كولر طلع تصريح قوي، قال لك احنا في انتظار الملك، واحنا مش عارفين مين الملك حاليا. في طبعا شوية ناس قالوا زيزو ومش زيزو، بس ما توقعش زيزو، حتى لو زيزو هيجي الاهلي ما توقعش ان هو هيجي في الميركاتو الشتوي. يعني هو بنسبة كبيرة ممكن لو هيجي وهيمضي معاهم في نهاية السنة، عشان طبعا يعني اكيد هيجي في نهاية السنة. اصل الاهلي مش هيخش يتفاوض مع الزمالك عشان ياخد زيزو يعني ويشتريه اكيد لا يعني. فاكيد انت هتستناه، يعني هو لو هيمضي لك هتستناه لنهاية السيزون. وفي ناس قالت ان هو لعيب تحت السن في جنوب افريقيا، لان مرتجي خالد مرتجي في جنوب افريقيا حاليا. ف... ففي ناس كتير بيقولوا ان هو في لعيب تحت السن في جنوب افريقيا، هو اسمه اصلا كينج كمان، يعني هو في النيم بتاع الاسم بتاعه كينج. فهو قال لك هو ده الملك اللي هو قاصدين عليه. بس انا نفسي كوستا، يعني يا جدعان، كوستا او كوتي او كوسيتا، مش عارف اسمه ايه بالظبط، بس اللاعب ده يعني بوم. الواد ده وينج شمال يعني داهية داهية. يعني تخيل الواد ده عندك هو وحسين الشحات وبن شرقي وتريزيجيه، يا نهار ازرق يا جدعان، يعني حاجة دمار الدمار. مفيش فرقة هتعرف تقف قدامك. طبعا خط النص عندك يعني حدث ولا حرج، امام عاشور بقى والرجالة، مروان عطية والولد عمر الساعي ده يعني لعيب جامد الله، بس حظه وحش يعني، الكورة منحاسة معاه الفترة اللي فاتت دي. بس لاعب قوي جدا، لاعب قوي جدا والله. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، ولو الحلقه عجبتك يا ريت يعني تعمل لنا لايك وتعمل لنا مشاركه على القناه عشان نستمر معاكم في الفيديوهات الجميله. اخوك ربيع بيمسي عليكم، صباح الفل.